السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا نعمل شوية عيش في البيت تحفة، طعمهم احلى من بتاع الافران كمان، وهنحط فيه حاجات عشان يبقى مغذي للولاد وممكن نستغنى عنها. هقول لكم كل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي العيش يطلع طري وهش، وازاي نخليه اقتصادي وازاي نخليه بقى مغذي اكتر. يعني هديكم الاختيارات وهقول لكم بدايل، يعني نحط كذا او ممكن نستبدل بكذا. يلا بينا نسمي الله كده ونبدأ. بصوا، كل اللي انا هعمله ان انا هاخد معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او مكعب كبير من الخميرة البيرة، وعليهم معلقة سكر كبيرة وكوباية لبن اللي هو الحليب يعني. وممكن استبدل اللبن ده بكوباية مية. لو احنا عايزينه اقتصادي هنشيل كوباية اللبن، بس انا حاطة لبن بحيث يبقى مغذي اكتر. هعمل المقدار كيلو دقيق، ده كيلو دقيق كيس يعني كيلو دقيق. اي نوع دقيق، جميع الاستخدامات، انا استخدمت جميع الاستخدامات. هحط عليه معلقة صغيرة مليانة كده بيكنج باودر عشان يبقى هش بقى وجميل وطري، واحط عليه بيضتين عشان يبقى مغذي مش اكتر يعني، وفي نفس الوقت برضه هيديله هشاشة. بس نقدر نستغنى خالص عن البيضتين لو احنا عايزينه عيش اقتصادي زي بتاع الافران، لان الافران ما بيحطوش فيه بيض ولا لبن، اكيد خلينا صراحة برضه. حطيت على البيض شوية فانيليا عشان ريحة البيض، وحطيت رشة ملح حوالي مثلا نص معلقة ملح، معلقة خل، ودي حلوة قوي في اي معجنات، يعني كل العجين حلو فيه قوي معلقة الخل، يعتبر بديل لمحسن الخبز، يعتبر أفضل كمان. أخدت هنا ربع كوباية زيت، زيت ذرة بقى أو زيت دوار الشمس اللي تحبوه. حطيت المكون اللي أنا كنت مقلباه مع بعض، الخميرة والسكر واللبن، اللي احنا ممكن نستبدل اللبن زي ما اتفقنا بمية. حطيتهم بقى على الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح والبيضتين وربع كوباية الزيت، وهحط عليهم نفس الكوباية اللي أنا عايرت بيها اللبن، مليتها هو مية، وهحطها كلها. يبقى كده الكيلو اخد الكوبايتين بالظبط، هي كوباية مية وكوباية لبن، فانا ممكن اخليهم كوبايتين مية بالمقدار ده. مش هيحتاج منك ولا معلقة مية زيادة ولا رشة دقيق زيادة. كيلو دقيق، كوبايتين مية او كوباية مية وكوباية لبن، بيضتين، ربع كوباية زيت، معلقة خل، معلقة فانيليا، رشة ملح، معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر. بصوا المقدار سهل ازاي. وزي ما اتفقنا نقدر نشيل البيضتين والفانيليا وكوباية اللبن، هتبقى اقتصادية جدا. بس بصوا نفضل نعجن فيها حبة حلوين كده لحد ما تلم. بصوا هو المقدار كده محتاجش ولا رشة دقيق ولا معلقة سوائل، مظبوط جدا. هحط بس معلقة زيت كده واقلبها كويس بحيث ما تلزقش في قلب حلة العجان، وهسيبها تخمر زي ما هي كده لحد ما تملى حلة العجان. يبقى كيلو دقيق، كوبايتين سوائل سواء واحدة مية وواحدة لبن او الاتنين مية، بيضتين، فانيليا، خل، رشة ملح، معلقة خميرة، معلقة سكر، ربع كوباية زيت. بعد ما خمرت بقى وملت حلة العجان بالشكل ده، نديها البوكس الشهير بتاعنا وبعد كده نبدأ نلف العجينة كده شبه رول، يعني عشان نعرف بس نقطعها. نقدر بقى نعملها أرغفة صغيرة خالص زي الباتيبان، نقدر نعملها كبير زي العيش الفرنساوي اللي هو الكبير ده اللي بنجيبه من الأماكن الكبيرة، ونقدر نعمل الأحجام اللي احنا عايزينها. يعني عايزة أقول لكم هو اللي نقدر نعمل منه الكايزر برضو. بصوا أنا قطعت هنا 5 كبار عشان عندي الصاج اللي هو بتاع العيش المخرم من تحت، اللي هو بيبقى واخد كيرف من تحت دوران كده. والباقي عملته صغير عادي عشان اعمله بقى عيش فينو عادي خالص. فبصوا اهو، حبيت بس ايه يبقى الارغفه كلها قد بعضها، اللي هم تحديدا كمان الكبار. يعني بصوا، فجبت الميزان عليها طبق كده وبوزن بحيث هظبط اللي محتاج قطعه عجينه زياده، اللي محتاج اشيل منها قطعه، بحيث يبقوا ال5 على قد الصاج اللي هو بيشيل 5 أرغفة دول، كلهم وزن واحد. بصوا سبتهم غطيتهم بكيس بقى عشان الوش ما ينشفش، وهبدأ اخد رغيف رغيف كده افرده بالنشابه اهو. بصوا لو مفيش نشابة ممكن بإيدينا عادي خالص، والفه بس كده رول بالشكل ده، والم الحروف ناحية الآخر حرف اتلم من تحت اللي هو اللحام أو التقفيلة بتاعت الرغيف أو الرول اهو، واظبط شكله كده بحيث يبقى الوش من فوق أملس خالص، مش باين فيه أي خط أو أي فاصل بتاع عجينة، والخط او الفاصل ده هو اللي هخليه من تحت اهو. بصوا ده الصاج اللي هو بتاع العيش الفينو، بيتباع في محلات مستلزمات الحلواني وعند الادوات المنزليه دلوقتي، وفي اغلب العطارين والله العظيم بقوا بيجيبوه. يعني هتلاقوه في اماكن كتير قوي، بيبقى فيه منه كمان الاحجام الكبيره اللي هو الرغيف الكبير الفرنساوي الكبير، بيبقى بيطلع شكل الرغيف حلو قوي بصراحه. انا جايباه من سنين بصراحه، بقى لي ما قالوا عندي بتهيألي سنتين او 3. المهم
دول بقى الأرغفة الصغننة. بصوا أهم حاجة بس نكون مغطيين العجين بكيس كده اللي احنا قطعناه عشان الوش بتاعه ما ينشفش. نبدأ بقى نشكل. بصوا هو صغنن قد ايه، بس اما بيكبر بقى، اما بيخمر يعني بيكبر، بيبقى حجمه بيتضاعف. اهم حاجة زي ما اتفقنا ان الوش من فوق هو اللي يبقى املس، ومكان القفل كده هو اللي انا هخليه على الصاج من تحت. انا ما دهنتش الصاج اي حاجة بالمناسبة، ولا ده ولا ده، وحطيت العجين عليه كده زي ما هو اهو. الكبير ده هتشوفوه دلوقتي ومش لازق ولا اي حاجه، الصغير بقى هو اللي هيلزق، هقول لكم هيلزق ليه واحنا شغالين دلوقتي. المهم انا خلاص خلصت كده تشكيل العجين كله. بصوا الوش املس خالص ازاي. هغطيه بقى بكيس كده، بتاع كيس تلاجة عادي، انا قسمته نصين كده بالمقص، واغطيه بفوطه واسيبه بقى يخمر قد نص ساعة كده ولا حاجة. وبعد ما يخمر أكون مجهزة بقى صفار بيضة، حطيت عليهم نقطتين فانيليا ومعلقتين 3 كده لبن، وأقلبهم حلو قوي كده، وهدهن بيهم الوش عشان ياخد لون حلو. عايزه اقول لكم حاجه، يعني انا عملت واحد كده وواحد كده عشان اوريكم الفرق بينهم، واقول لكم انا بحب انهي اكتر بصراحه. انا بحب اللي مش مدهون، بس يعني هوريها لكم دلوقتي في وقتها، اقول لكم امتى. جبت الاول العيش الكبير ده، بدات اعمل فيه خطوط كده بورب شويه بميله بالموس، موس عادي خالص، وبدات اعمل فيه شقوق كده بس، ومش هدهنه اي حاجه. يعني ده كده اهو خلاص مش مدهون. دخلته على درجه حراره، اعلى درجه حراره في الفرن 240 250. وعشان يطلع طري وهش، من المفروض انه ما ياخدش اكتر من ربع ساعه جوه الفرن، يعني ربع ساعه واقل، يعني بين العشر دقايق والربع ساعه. لو طول اكتر من كده بينشف. فعشان يطلع طري من المفروض ان ندخله على اعلى درجه حراره، وتكون الفرن اصلا سخنه. المهم بقى هبدا ادهن العيش كده بالخليط اللي انا كنت مجهزاه بتاع صفار البيض. حط عليه شويه سمسم بقى، شويه بذور الشيا اللي هي الشيا سيد بتاعت الناس الحلوين اللي بياكلوا اكل غذائي صحي، شويه بذور كتان، الحاجات المفيده بقى، البذور المفيده الحلوه دي الجميله. بس بصوا بقى، اول ما خرج من الفرن جبت بخاخة مية نظيفة من اللي بنستعملها في الأكل، مش بستعملها في حاجة تاني، وبخيته كده بشوية مية بسيط، وهغطيه بفوطتين مش فوطة واحدة، واسيبه بقى، اسيبه هو لسه طالع من الفرن سخن كده ومتغطي عشان يطرى اكتر. عايزه اقول لكم انا اذا كان عليا اكله وهو لسه طالع من الفرن مقرمش، يعني بيبقى من بره مقرمش كده شويه، من جوه طري، انا بحبه كده. بس طبعا اللي بيحبه طري يعمل الحركه اللي انا عملتها، نبخ ميه ونغطيه. ده الصاج التاني اللي عليه الحبوب اللي مدهون. لو سألتوني أنا بقى رأيي الشخصي، أنا بصراحة بحب اللي مش مدهون. يعني أنا مش بحب يعني العيش تحديدا لا ما يبقاش مدهون بالبيض. بصوا واخد لون فاتح حلو بس في نفس الوقت طري وهش، ومفهوش ريحة وطعم البيض والفانيليا اللي خليني حاسة ان في حاجة مش مظبوطة في العيش يعني. اهو بصوا ده التاني برضو طري باين، بس لزق بقى نتيجة ان انا وانا بدهنه بصفار البيض واللبن كان بينزل من على الجناب فلزق. فبصوا هقلب لكم الرغيف كده. بصوا اهو الجناب اللي محمرة قوي دي هي اللي لازقة، عشان لما سيل كده من على الحروف ونزل على الصاج فخلاه لزق. لكن شوفوا التاني اللي ما ادهنش كان بطلعه بسهولة ازاي، الكبير يعني اقصد، ما كانش لازق ولا حاجة. بصوا من جوه المسام بتاعته باينه، وباين في ايدي اهو ان هو طري جدا يعني. حطوا فيه اللي انتوا حابينه بقى، تقدروا تحشوه بقى. دي مربى مانجا بالمناسبه من اللي احنا كنا عاملينها من كام فيديو فاتوا، فاكرين؟ دي ادمان والله. الحقوا بقى لو المربى لسه ما عملتوش، اعملوا شيلوا شويه حلوين وقسموهم في علب صغيره بلاستيك، وتقدروا تشيلوهم في الفريزر تستخدموا منهم بقى لحد الموسم الجديد. مربى مانجا فظيعه. بس واهو ده الكبير، بصوا من جوه برضو مسايم وواسعة ازاي وطري وهش، وباين من جوه ان هو هش جدا اهو. بس كبير بقى نقدر نقسمه نصين كده، لاني طبعا لو حطيناه في لانش بوكس ولا حاجة للولاد هيبقى كبير بس بالنسبة لهم جدا يعني، فيتقسم نصين وهو كفاية نص واحد مع بقية الحاجة اللي هياخدوها. بس نقدر نحط بقى جبنة او لبنة او اي حاجة برضو الولاد بيحبوها. انا بما اني بقى بصوا محدش يتريق، زي ما يكون الفتره اللي فاتت عشان كنت محرومه بقى من الجبنه والعيش والحاجات دي، فما صدقت يعني بدات بصراحه اكل كل حاجه. يعني عارفين اللي هو مشتاقه، بصوا طعم الجبنه عاجبني. فجربوه ان شاء الله الوصفه دي تعجبكم، بالف هنا وشفا ليكم. وان شاء الله تعجب ولادكم جدا. وزي ما اتفقنا نقدر نخليها اقتصادي ونقدر نخليها مغذيه، كل واحد على حسب ظروفه طبعا وحالته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. واسيبكم في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم جدا في الله، مع الف سلامة.